ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال، وتكون فيديوهاتنا سهلة وبسيطة. صلوا على النبي كده واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ابني طلب مني الجيلي، فقلنا نعمل جيلي. حاجة حلوة كده وخفيفة وسهلة في نفس الوقت، والكبار والصغيرين بيحبوها، الأولاد والكبار بيحبوها. تعالوا كده نروح على. انا معايا هنا حله على النار. هنحط بقى انا هعمل باكوين يا حبايبي من الجيلي. هعمل باكوين لكل باكو جيلي كوبايه ونص ميه. بالمج ده كده. يعني انا ما بكترش له الميه يا حبايبي، على ان انا مش احط مكونات الكيس بس، لا في ماده جيلاتينيه ولا اي حاجه، هي محتويات الكيس بس بتاع الجيلي وخلاص. ادي كده كوبايتين من الميه الكيس، وهنا ايه نص الكوب، يبقى كوبايتين ونص ايه ميه. الميه هتغلي معانا وهننزل بالمحتويات الليل كده يا حبايبي. الميه بتغلي معانا اهي، الميه دخلت في الغليان بتغلي معانا اهي. وادي ادي كيس الجيلي معانا اهو، ادي شكل كيس الجيلي، كيسين اهو من الجيلي، كيسين، ادي كيس وادي علبه وادي علبه، كل علبه فيها كيس. هنا يا حبايبي هنضيف ايه؟ 4 معالق من السكر، في كل كيس معلقتين سكر. احنا يعني بنحب سكر خفيف. 2 3 4 معالق من السكر. كده يا حبيبي هنفتح الكيس اهو، نفتح كيس الجيلي اهو ونفضيه مع بعض. نفتح الكيس التاني وننزل ايه في الكيس التاني، ونقلب كده بالمضرب. نقلب كده بالمضرب ايه السكر والجيلي لما يدوب خالص. لسه يا حبايبي احنا هننزل بالميه البارده، يعني حطينا كوبايتين ونص ميه سخنه، لسه هنحط برضو كوبايتين ونص ميه بارده، بس اما نقلبه كويس. خلي ايدك فيه كده مستمره في التقليب، وخلي ايدك فيه. حاجه خفيفه وسهله وبتبقى ساعه بقى ترتب على قلبك كده في الحر. اللي يشوف قناتي يا حبايبي لاول مره ما ينسناش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كده الماده الجيلاتينيه دابت اهي خالص، ما عادش فيها حبيبات اهي، ودابت خالص يا حبايبي، والسكر داب كده. ايه هننزل بالميه كده يا حبايبي. معايا كوبايه اهي، مج برضه زي اللي انا معايره بالميه السخنه، هعاير بالميه البارده كده. بقى احنا كده خالص هنطفي خالص كده على الزيت. احنا كده هو داب خالص اهو، هنطفي كده النار عنه خالص كده، نطفي النار كده عنه خالص. هنحط برضو كوبايتين من الميه البارده. ادي كوبايتين ونص، معلش يا حبيبتي نسيت، كوبايتين ونص من الميه البارده. يعني كده الكيسين خدهم 5 كوبايات، كوبايتين ونص ميه بتغلي، وكوبايتين ونص ميه بارده. انا كده طافيه النار اهي يا حبايبي من تحت، النار مطفيه خالص كده. الجيلي خلص معايا كده. بقى هقطع الموز، مرضتش اقطعه عشان ايه ما يسمرش. معايا الموز اهو، غسلاه وبقشره اهو، يعني بخليه اخر حاجه، يعني بقشره اخر حاجه.
كده يا حبايبي هنقطع الموز اهو، انا بقطعه اخر حاجه خالص. كده يا حبايبي اهو هنصب الجيلي في الاطباق. هحط الموز يا حبايبي في الاخر، احط الموز عشان على الوش كده، عشان ايه؟ يبقى مالي الطبق كله مش يفضل تحت. عايزه تحطي موز حطي، عايزه تحطي موز وتفاح حطي، بصراحه بجد بيبقى جميل وبيبقى ساقع كده ومرطب على القلب، بيبقى حلو خالص. انا ما بخففوش عن كده يا حبايبي، عشان لو خف عن كده، لانه ما فيهوش جيلاتين ولا حاجه، هو محتويات الكيس بس. لو خف عن كده مش هيبقى طعمه حلو معاكي، وهيغيب عبال ما يجمد، هياخد وقت معاكي عبال ما يجمد. كده بتحسي بطعمه اكتر. كده بقى يا حبايبي انا هحط الموز اهو، احط الموز كده، يعني انا بوزعه كده عشان يملى الطبق كله. كده خلصت حطاني الموز اهو يا حبايبي، كده حطيت الموز كله اهو. هنا ابني عايز الطبق الاخراني دي عليه تفاح، قطعت التفاح قطع صغيره اهو وهنزله كده. كده خلصت اهو يا حبايبي. طبق سهل وسريع وفي نفس الوقت طعمه حلو، وكلنا بنحبه، الاولاد بتحبه، الكبار بيحبوه. وكده بقى يا حبايبي انا هحطه في التلاجة بقى ساعتين كده او 3، ان هو يسقع، ان هو يجمد ويسقع وبعدين يتاكل. ولو عجبتكم الوصفه يا حبايبي، هي مش وصفه والله، هو ابني طلبه فعملته معاكم، فقلت اعمله معاكم. لو عجبكم، واللي يشوف قناتي يا حبايبي لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويسيب لي كومنت حلو كده عشان يشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.